الفيديو ده للناس اللي حاسة بيأس أو اللي الدنيا ضاقت عليها خالص وحاسة دلوقتي بإحساس صعب، اللي هو أنا إيه الابتلاء اللي أنا فيه ده؟ أو الابتلاء ده هيخلص إمتى؟ أو الضيق اللي أنا فيه دوت هيخلص إمتى؟ بص يا صديقي، أنت في آخر مرحلة، خلاص فاضل لك تكة بس وهتتفاجئ بالمفاجأة الكبرى من ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد فينا بيمر بفترة في حياته، لازم بيبقى ليها ضيق، بيلاقي النفسية قافلة، سواء من شغلك سواء من البيت سواء من بره سواء أي ابتلاء من ابتلاءات ربنا. بس أكتر حاجة بتوجع البني آدم وبيبقى صعب إن هو يتخطاها الابتلاء بالذات بتاع الرزق. وهنا بنتكلم عن الفلوس. تمام. في اللي مننا اللي مش مرتاح في شغله، وشايف إن هو يستحق مكان أحسن من كده. وفي مننا اللي معهوش مثلا غير 30 جنيه في جيبه، بس هو الناس شايفاه حاجة كبيرة وشايفاه ان هو ممكن معاه فلوس، بس هو ممكن معهوش غير 30 جنيه في جيبه ويقضي بيهم نفسه. في اللي راضي وفي اللي مش راضي. فالمسألة دي ما هي إلا ابتلاء من ربنا واختبار لصبرك وثقتك في ربنا وإيمانك و... ودرس تتعلمه. ربنا بيديك درس كده وقرصة ودن إن ربنا هو الرزاق أيا كان. أنت دلوقتي راجل، أنا مخنوق من الشغل جدا، مش طايق نفسي، يعني جايب آخر من كل اللي حواليا، وفي نفس الوقت شايف إن المقابل المادي دوت مش بمعنى أصح. أنا شايف ناس كتير مرتاح، فليه أنا كمان مش كده؟ أو ليه أنا مبقاش كده؟ هنا في درس لازم تتعلمه، وهي القناعة دي أهم 100 مرة من إن أنت بتعمل إيه لربنا. أنت لو راضي ومقتنع، شوف ربنا هيراضيك كمية رضا أنت مش متوقعها. تمام. فأنت دلوقتي راجل متضايق وحاسس بكتمة في نفسك كده، وحاسس بكتمة في الرزق، ف وحاسس إن الدنيا عمالة تضيق تضيق تضيق. نصيحة من حد كان محطوط في حاجات شبه كده وعن تجربة وعن ربنا سبحانه وتعالى، ان انت اصبر. حتى لو حاسس ان هي بتضيق خالص وحاسس انها عمالة تضيق، مفيش لسه فرج، مفيش حاجة عايزة تيجي، اصبر 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 للآخر. خليك مكمل لغاية آخر نفس، ثق في ربنا لغاية آخر نفس. صدقني ربنا هيكرمك وهيوفقك بحاجة انت أحسن من اللي انت تتوقعها بمراحل، أضعاف مضاعفة. هتشوف فرج انت ما شفتوش قبل كده، ولا حتى جه في دماغك وانت بتدعي ربنا في يوم من الأيام يا رب أنا نفسي في كذا.